اهلا بيكم يا رجاله، فيديو جديد على قناتنا. النهارده هنتكلم عن الماتش اللي جاي اللي كلنا مستنيينه، ماتش منتخب مصر ضد غينيا بيساو في تصفيات كاس العالم 2026 يوم 10 يونيو. هيكون يوم مش هيتنسي، واحنا هنكون معاكم لحظه بلحظه. منتخب مصر دلوقتي في احسن حالاته، واللاعيبه كلهم شحنوا طاقتهم علشان يقدموا اداء يليق بينا. الفراعنه هيواجهوا غينيا بيساو في ماتش هيكون حاسم، وكل نقطه فيه بتفرق. الكابتن حسام حسن مدربنا القدير مش هيسيب حاجه للصدفه، واكيد عنده خطه هتخلينا نفرح. ده غير ان الفراعنه عازمين يكملوا مشوارهم بنجاح ويحصدوا ال3 نقط، ومع وجود نجوم زي محمد صلاح والنني الامل مرتفع والتفاؤل في السماء. وبالنسبه لترتيب منتخبنا، منتخب مصر حاليا في صداره المجموعه الاولى برصيد 9 نقط، وتاريخنا ضد غينيا بيساو بيبشر بالخير بصراحه، بسبب ان منتخب مصر لعب 10 مباريات ضد غينيا بيساو، فاز الفراعنه فيهم ب5 مواجهات وتعادل في 3 مباريات، وحقق غينيا بيساو الفوز في مرتين بس. وبخصوص تشكيله اللعيبه المتوقعه، حارس المرمى هنشوف محمد الشناوي، اما الدفاع محمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، حمدي فتحي، وفي الوسط مروان عطيه، امام عاشور، احمد سيد زيزو، واخيرا الهجوم محمد صلاح، مصطفى محمد، وتريزيجيه. بالنسبه للتكتيك المتوقع، ان المدرب حسام حسن هيعتمد على خطه 4-3-3، بيها بيقدر يستغل سرعات محمد صلاح وتريزيجيه على الاطراف، ويعتمد على قوه مصطفى محمد في الكرات العرضيه. وعشان ما حدش يفوت الماتش، هيتم بث الماتش الساعه 4 عصرا بتوقيت مصر والسعوديه على قنوات SSC سبورت، SSC سبورت 1، وكمان هيكون متاح على القناه الثانيه المصريه على التردد الارضي.